إذا عدنا 25-30. خلينا نتكلم عن الثروة التعدينية في مصر. هل مصر تملك ثروة مناجم؟ هل تملك قدرة على أن تكون بلد مواد خام بقى منتجة للمعادن، خصوصا ان احنا بنطلع قانون للثروة التعدينية؟ طلعنا لك اللائحة لسه جايه في الطريق بإذن الله كام شهر كده ويجي. خليني بقى أسأل هذه الأسئلة المحورية لهذا الخبير المصري العالمي في التعدين دكتور سامي راجحي. أهلا بك يا دكتور. اهلا يا فندم. منورنا. متشكرين جدا. خليني الأول مشهد، احنا دولة تملك ثروة تعدينية؟ عندنا بشاير الثروه التعدينيه، وانا بتكلم على الثروه التعدينيه انا بقول اللي هي الذهب والنحاس والرصاص، اللي هي المعادن. عندنا ثروه تعدينيه محجريه، اللي هي الرمال البيضاء، الرمال السوداء، الرخام والحاجات دي كلها دي موجوده. بس دي مش اللي تعمل لك ثروه. اللي تعمل لك الثروه بقى المناجم واحنا عندنا بشاير بس ما عندناش اي منجم. منجم؟ لا المنجم الموجود الوحيد هو السكري. واخد بالك. امال المناجم اللي كنا نتفرج عليها في السينما زمان دي مناجم قديمه بتاعت وخلصت. المنجم بيخلص. بيخلص. بس تعال بقى الفكر الجديد يدورك على مناجم كتيره، ومصر عندها تركيبه جيولوجيه تؤهلها ان هي تبقى عندها ثروه منجميه كبيره، بس عايزه ايه؟ عايزه قانون تعدين نظيف. عندنا بشاير، واحنا لما بدانا في السكري كان بادئين على بشاير. حضرتك خدت امتياز منجم السكري بناء على القانون القديم؟ النظام القديم، مش القانون اللي هو بتاع 56 ده. بيقولوا تعريفته 36 نعم. لا احنا عملنا قانون اسمه قانون 222 اللي هو 222 لسنه 94. ده ناقشناه لشغلنا منجم السكري. وده الشغل بتاع الشركه غلط. بيها الدنيا ازاي وطريقه بتشتغل بيها مصر، فنعرف غلطنا فين. الطريقه اللي بتشتغل بيها الدنيا ان بيبقى فيه قانون شفاف. واخد بالك، فيرست كام فيرست سيرف، بيجي الاول هو اللي بيتخدم. بيبقى قانون شفاف بيحط كل الاسس، واللي بيكسره مع السلامه. مع السلامه. واخد بالك، ما فيش ولا يما ارحميني ولا يروح للوزير ولا يجيب استثناء ولا بتاع. قانون شفاف بيتطبق على الكل. فالعالم بيبقى فيه القانون ده يا فندم؟ نعم. بيبقى فيه القانون ده يا دكتور؟ القانون بسيط قوي، يعني بيبقى فيه بيحدد كل البلد بتبقى تحت اشراف الهيئه المعينه اللي هي هيئه التعدين او المساحه الجيولوجيه او ومتقسمه لمربعات، واي واحد مؤهل بيقدم على المربع ده عايز يدور فيه على معادن. لو المربع ده فاضي يخش ياخده. الهيئه ما تقدرش تقول له لا. بالك فالعالم كله ما تضعش شروط جديه، شروط هو شروط جديه، يعني هو مع الفلوس وعنده الهيئه، عنده الخبره. واخد بالك، تدي له مدى زمني علشان ما يقعدش. مدى زمني. في مدى زمني. طب طلعوا في شروط وحاجات شروط. شروط يعني شروط موجوده. فماده زمنيه يعني في هو مقسمين لمرحله الاستكشاف، مرحله التطوير. مرحله الاستكشاف في اللي هو بيقولوا عليها الاكسبلوريشن لايسنس اللي هو بتاع. بيبقى لها مده. المده دي الساعه 12 اخر المده تقع. ما فيش استثناء من وزير ولا حاجه من دي. فالعالم كله شغال بالقانون ده. سنه 83 الحكومه المصريه قالت ان احنا نشتغل بقوانين زي قوانين البترول، ان احنا كل مستثمر يجي نعمل له قانون. فعلا؟ فده 83 سنه 83 1983. يعني ايه كل مستثمر يجي نعمل له قانون؟ يناقش بقى قانون، هو يختار الارض اللي هو هنديله ارض ونعمل له قانون. ويطلع له خاص بالمنطقه اللي هو ياخدها دي. اللي هو بالشغل بتاعه. وده موجود في الدنيا حاجه زي كده؟ موجود هنا بس. وايه الفكره النيره دي جت ازاي؟ جايه من بترول. واخد بالك. والبترول كده. البترول كده. واخد بالك. هم بقى طبقوه على المناجم الاخرى التعدين. هي الفكره واحده بتاعت الاستكشافات بتاعت البترول والتعدين، بس المختلفه خالص. عشان البترول سايل. انت بتحفر بير بتعرف نوع البترول ايه.
انما في المعادن صلبه، انت لازم تنزل لها، ما هي مش هتطلع لك زي البترول بيطلع لك بتاع. فبياخد يعني عمليه تقييم كبيره جدا ومكلفه. فمن 83 ما جاش انه لغايه انا ما جيت او احنا ما جينا جات 7 شركات ومشوا وما عملوش حاجه. لا مشوا. ليه؟ ايه بقى ما القانون صعب، واخد بالك، تطبيقه صعب. القانون لما انت بتحط قانون كده، انت الهيئه تبقى شريكه معاك، فبتخش فيها البيروقراطيه الحكوميه بقى، وكل ورقه انت عايز تجيبها تروح تاخد اذن من الهيئه وتجيبها عشان تطلعها من. طب هو ما بيعملش هو ده؟ الدوله عندنا ما بتحفرش هي وتنقب هي؟ مش مفروض، ولكن دي عشان خاطر الاستكشاف خطير يعني. فلوس لازم ناس معينه عندها الخبره وعندها الامكانيه وفاهمه المشروع. الحكومه حاولت تعمل كده، وانتهينا بفحم المغاره وابو طرطور، وفشلوا الاثنين فشلوا، صرف فلوس كتير عليهم، واخد بالك. التعدين انت عايز المستثمر اللي فاهم، اللي متمرس، اللي معاه الفلوس، اللي عنده الخبره، عشان هي العمليه خبره. يجي ليه لما يكون عندك البنيه التحتيه موجوده، التركيبه الجيولوجيه موجوده، وعندك قانون يحمي. التركيبه الجيولوجيه يعني اللي هو الارض دي ممكن يبقى فيها يبقى فيها بالك، وهيجي يدور. بنعرف من غير ما نحفر ولا لا، ما هو التعدين بيبدا بفكره في دماغه ان هو في حته معينه هيحصل فيه ترسبات معينه للذهب او النحاس او الرصاص او اي معدن، او حتى الدايموند، الماس، واخد بالك. في ناس يعني في شركات، كل الشركات لها طريقه بتدور عليها. في ناس بتدور بطبيعه الجيولوجيا، بس في ناس بتدور بالاجهزه الجيوفيزيكيه، يعني بيطيروا طيارات ويشوفوا في توصيلات وفي حاجات. كل شركه لها طريقتها ومنهجها، واخد بالك. فهم يجوا لما يكون في قانون تعدين نظيف وشفاف، يعرف حقه من اول ما يبدا، عشان انت بتصرف فلوس كتير على الاستكشاف، وفرصه النجاح ضئيله جدا، يعني 1 ل 10,000، يعني من كل 10,000 مشروع انت بتخش فيه واحد بينجح، واخد بالك. بس بيجيب فلوس ل 10,000. واخد بالك. طب انا هتكلم عن القانون لانه اتعمل قانون فعلا وعندنا مواد وممكن نتناقش فيه دلوقتي. انما برضه لسه بتكلم عن الحل الراهن. هو انا ما عنديش مناجم فعلا في مصر، ما عنديش اي مستثمرين يقوموا. لا حاليا ونحن نتحدث النهارده 24 مايو الساعه كام؟ الساعه 12 الا تلت. المنجم الوحيد الموجود عندك دلوقتي هو منجم السكري، خد بالك. المناجم الثانيه كلها دي مناجم قديمه وخلصت، وبس في بشاير، وبشاير كويسه جدا ان هي ممكن تنقل مصر اقتصاديا لنغنى. مين درس البشاير دي يا دكتور سامي؟ نعم، مين درس البشاير دي وقال انها في بشاير؟ كل شركات العالم بتدرسها، واخد بالك. يعني شيء مبشر، لا مبشر جدا، ومحفز ان احنا نشتغل في الموضوع. طيب طالما ما عندناش ولا منجم، زعلانين ليه ان احنا نعمل يعني جذب للمناجم؟ ايه اللي ناقصنا علشان واحنا كده الحاله ضنك؟ طيب من اي حد يجي يتفضل، يعني نعمل القانون نتفضلوا. ايه العائق؟ العائق العقليه الحكوميه، خد بالك، ان احنا لازم نمتلك، خد بالك. فمصر كنت بتكلمني على تجارب العالم عاملاها مربعات. تعالى في قيود او شروط وتفضل. ايه بقى يعمل ايه؟ يبدا يشتغل، يبدا العمليه مراحل. قانون التعدين بيبقى له بيخش 3 مراحل. مرحله الاستكشاف، مرحله لو انت نجحت لقيت المعدن بتاعك، بتخش في مرحله التقييم. مرحله التقييم، هل انت المنجم بتاعك ده، الحاجات اللي انت لقيتها دي، هل دي اقتصاديه ولا مش اقتصاديه؟ وبعدين بقى لو لقيتها اقتصاديه بتخش مرحله الانتاج. عشان يبقى عندك منجم، في 5 حاجات لازم تعمل. اول حاجه ان انت لازم يكون عندك احتياطي، والاحتياطي ده يعني مؤهل ومنظم حسب القوانين العالميه.
في قوانين عالميه بتنظم ايه الاحتياطي ومش ايه الاحتياطي. ما تطلعش تقول انا عندي احتياطي، واخد بالك؟ احتياطي ليه قوانين، واخد بالك؟ فلازم يعني انت ما تقولش انا عندي احتياطي 10 سنين، في معايير لده. في معايير عالميه وبتقيم، لازم في المعايير ديت وبتتغير من منجم لمنجم. يعني في منجم انت مثلا ممكن تحفره كل 20 متر عشان تعمل الاحتياطي بتاعك. ففي منجم انت لازم تحفره كل 10 متر، واخد بالك؟ بتختلف على حسب نوع التمعدن وعلى حسب نوع الحجاره التربه نفسها، الحجاره. بالك؟ فاول حاجه ان انت لازم تعمل الاحتياطي ده. اول حاجه من الخمسه ان هي تعمل اول احتياطي ده، واخد بالك؟ واول ما عملت الاحتياطي تشوف بقى تاني حاجه لازم تعرفها، ازاي انت بقى تاخد الحجاره اللي فيها المعدن ده من الجبل ده وهتكلفك كام والدراسات، ومش هتعمل مصيبه توقع المنجم على الناس اللي فيه ودي دراسات هندسيه برضك مكلفه جدا، واخد بالك؟ ف دي تاني حاجه. وتحدد الكميات يعني راس المال اللي انت عايزه عشان تجيب المعدات للمنجم، وتكلفه اليوميه هتكلفك قد ايه. ثالث حاجه بقى ازاي هتطلع المعدن بقى. طلعه من الحجاره. بتطلعه في نفس الموقع ولا في نفس الموقع؟ ازاي تطلعه من الحجاره؟ عشان تطلعه من الحجاره دي برضك دراسات ميتالورجيكيه بتاخد وقت وبتاخد فلوس وبتاخد ابحاث، عشان خاطر بتختلف برضك من منجم لمنجم، وبتختلف في المنجم الواحد من فوق السطح من فوق السطح وانت نازل كده من فوق السطح لتحت السطح، واخد بالك؟ دي ثالث حاجه. رابع حاجه انت بتعمل بقى بتشوف ايه البنيه التحتيه اللي انت عايزها، الميه، النور، الكهرباء، العماله، الحاجات دي كلها. الخامس حاجه بقى بتعمل يعني هو معسكر المنجم، يعني الناس هتقعد فين وتاكل وتشرب ازاي، مهمات بقى والطرق اللي انت محتاجها. يعني السكري احنا عاملين له خط ميه متكلف فوق ال 50 مليون دولار. هنتكلم عن السكري بعد شويه بعدين. ده رابع نقطه. خامس نقطه بقى بتعمل انت بقى الدراسه البيئيه، تشوف انت لما تعمل منجم كده ايه التاثير الايجابي وايه التاثير السلبي المنجم ده هيعمله، وبعدين على البيئه. وتشوف حل للتاثيرات السلبيه لو كان في تاثيرات سلبيه. تجمع الحاجات دي كلها وتشوف هتكلفك كام بقى. انت عايز قد كده المنجم وقد كده المصنع وقد كده للبيئه وقد كده البتاع، وتشوف عندك احتياطي اللي انت عملته الاول ده يكفي يغطي المصاريف دي كلها ولا ما يكفيش. كنت واخد الورق ده كله راح فين بقى؟ لو عندك بقى الاحتياطي هيكفي ده كله عندك منجم. ما عندكش منجم تاخد فلوسك. الحاله دي بعرفها بعد ما اخد حق التنقيب من الدوله، مش قبلها. لا ده بعديها باربع يعني في بيقعد المستوى العالمي حوالي 10 سنين على ما يطلع حاجه من المنجم. المستوى العالمي 10 سنين. في بتحصل بعد 3، في بتحصل بعد 15 سنه. يعني انا بقى الدوله بكسب من المستثمر ازاي؟ القانون الدوله بتكتسب من المستثمر ازاي بقى؟ المشروع التعديني، واخد بالك، بيقيم هيدخل قد ايه للبلد، حكايه تصدير ومعادن والحاجات دي كلها، هيشغل عماله قد ايه، خد بالك انت. يعني كل اللي انت بتجيبه بتبيع المعدن 70-80% من الفلوس اللي انت بتجيبها بتصرفها حوالين المنجم على عماله وعلى فلوس وحاجات دي كلها. عندكم كام في منجم السكري عماله؟ عندنا حوالي 1500 واحد وده المباشر. عندنا حوالي 3000 وشويه غير مباشر. بالك خدمات المغذيه يعني. طيب ده مكسب للدوله. ايه تاني؟ ده المكسب للدوله. التكنولوجيا اللي انت بتدخلها للبلد، الضرائب اللي بتدفعها، العمال بتوعك بيدفعوها، اللي بتشغل بقى الصناعات التانية اللي حواليك، اللي هتحتاج بتاع المعدن او اللي بتتطلب بتخدم عليك، واخد بالك، الناس بتخدم عليك. ايه داخل الخزنه؟ مفيش حاجه داخل الخزنه خالص، كله كده بطريقه غير مباشره. لا انت بتدفع ضرائب. الضرائب دي ضريبه غير مباشره.
لا يعني اقصد ما بشاركش انا الدول هنا الدول الثانيه لا الدول الثانيه لا اصحاب المناجم في الارباح لا تشارك ما بتاخدش غير كده. لا ده في منهم حتى بيديك الاعفاء ضريبي. واخد بالك يعني معظمهم بيديك اعفاء ضريبي. واخد بالك عشان هو ويبقى له اولويه انه يستخدم المعدن بتاعك. انت عايزه طبعا. واخد بالك انما معظم بلاد العالم حتى روسيا والصين. الصين ما كانش حد بيسمع عنها من 4 سنين، النهارده نمره 1 في انتاج الذهب عشان فتحت البلد. فعلا. واخد بالك من 4 سنين دلوقتي بقت نمره 1. جباره الصين دي وبتعمل بسرعه كمان. بس بتدي امل ان احنا ممكن نعمل. بس طبعا يعني لا طبعا بس نفكر بس. لازم قوانين التعدين بتاعتنا تبقى على اساس العالم زي العالم عشان المستثمر التعديني ما بيبصش للحدود. طب اذا ما كانتش القوانين بتاعتنا كده يا فندم، بس انت جيت واشتغلت ليه؟ وعملت ايه؟ قصه منجم السكري خصوصا انه لوحق باتهامات وبقضايا ومحاكم بتتقال ان انت يعني كسبتوا منه ثروات طائله بينما حق البلد ضاع. لا المنجم السكري لما احنا جينا وعملنا الاتفاقيه بتاعتنا ما كانش في حد خالص شغال هنا. يعني كان في شغال هنا في الذهب ولا شغال هنا في اي حاجه؟ في الذهب او المعادن. يا فندم يعني مفيش مناجم غير منجم السكري؟ امال هيئه المناجم دي بتعمل ايه؟ هيئه مناجم التعدين بعد تطلع روح السكري. لا بجد والله مفيش غير كده؟ قاعدين بس يطلعوا روحنا كل يوم، الورقه دي مش تمام، الورقه اللي دي كنتوا بس بس ما عندهمش منجم؟ لا عندهم ناس ثانيه شغاله بس ما بيعملوش حاجه. ما بينتجوش تقصد؟ لا. طب يعني في مناجم اخرى بس بتقول غير منتجه؟ لا غير منتجه. يعني في ناس شغاله على مناجم ثانيه بس غير منتجه. ما طلعتش حاجه لسه ولا هتطلع لا كخبير ولا كمنافس؟ لا كخبير عشان خاطر القانون ما ساعدش. واخد بالك وما ساعدش الناس دي. واخد بالك هم هنا بقول المده ومشوا. يعني بنقول ان عندنا هيئه مناجم وتعدين لا بتمنجم ولا بتعدن. لا يعني هو هم ناس كويسين وكل حاجه بس واخد بالك القانون هتعاين انت كتير بعد الحلقه. طب نرجع تاني نرجع ازاي خدت المنجم ده؟ المنجم انا لما جيت ولما جينا احنا وشفنا هنا وقلنا مصر فيها مستقبل. كام سنه كام احنا بقى؟ ده كان 93. واخد بالك فقعدت سنه ندرسها. واخد بالك اشمعنى السكري يا فندم؟ مش السكري، انا في الصحه عموما. واخد بالك وخدنا 3 مناطق في الصحراء الشرقيه وعملنا عليها وقعدنا سنه نعمل قانون. بعد الاتفاق ولا قبل الاتفاق؟ بتعمل كده لوحدك بتنزل الصحراء الشرقيه؟ سنه لا وخدنا ما جالكش عسكري وقال لك بتعمل ايه يا فندم وحاجه كده؟ لا خدنا احنا قعدنا سنه ندرسها. خدنا مذكره تفاهم مع الهيئه. وكان زمان الدكتور اللي كان وزير صناعه كان تبع وزاره الصناعه. كان متفاهم جدا وكان راجل. امال تبع مين دلوقتي؟ وزاره البترول. واخد بالك فاعطانا 6 شهور. محمد عبد الوهاب ولا كان فؤاد ابو لا كان الدكتور ابراهيم فوزي. واخد بالك كان راجل ممتاز. فقعدنا سنه اللي هو مذكره التفاهم 6 شهور وجددناها كمان 6 شهور. اثناء ال6 شهور ال 12 شهر دول كنتوا بتعملوا البحوث بتاعتكم؟ بس بنتفرج. واخد بالك بنروح الجبال ونتفرج على الجبال ونعمل الجيولوجيا ونشوف ونجيب خبره من بره. هل احنا يعني انا كنت بفكر ان انا يعني نظرتي ورديه لمصر. فرحت جبت خبراء نظرتهم مش ورديه خالص. وجم قالوا لي كل حاجه مش موجود، مفيش حاجه لا يجرؤ وفر فلوس فهم جم على منطقه معينه تانية قالوا لا دي كويسه. فانا قلت ده منطقه كويسه تمام. واخد بالك مش السكري. واخد بالك فاحنا بدانا نشتغل. قعدنا 3 سنين في السكري. كان في منجم قديم بتاع الفرعون. منجم فرعوني قديم. وكان على عرق كوارتز او عرق مارو رفيع. كل المناجم اللي عندنا هي فرعونيه قديمه، كان الفراعنه هم اللي كانوا عارفين كل حاجه واحنا بنخش نكمل بس. بس ليه؟ عشان خاطر الفراعنه كانوا بيروحوا يعيشوا على الجبل. واخد بالك لو في حاجه في الجبل ده هيلاقوها. واخد بالك
فهم بس هم كانوا بيشتغلوا بقى على الحاجات اللي ممكن تشوفها بالعين، واخد بالك. فهم كانوا شغالين على عروق المرو، واخد بالك. عروق ايه يا فندم؟ المرو اللي هو المرو اللي هو الكوارتز، واخد بالك، عروق الكوارتز. فكان في عرق كوارتز في السكري وهم كانوا شغالين عليه وخلصوه. لما خلصوش الفراعنه ما خلصوش، الرومان جم بعد منه، هم كانوا شغالين على حاجه صغيره، الرومان جم فتحوه شويه، وبعد كده الانجليز جم في الثلاثينات وكبروه شويه وخلصوا على الوش اللي هو في العرق ده، خلص. يعني ده ممتد قد ايه؟ كان حوالي 130 متر ونازل حوالي 80 متر، واخد بالك. احنا لما جينا بصينا على الجبل قلنا العرق ده حتى لو ما خلص مش هيبقى اقتصادي، صغير، واخد بالك. بس جات لنا فكره ان الجبل ذات نفسه، يعني من شكل الحجاره بتاعت الجبل، ان هي ممكن تكون شايله ذهب غير مرئي. ده فين في الصحراء الشرقيه بالظبط يا فندم؟ نعم، فين في الصحراء الشرقيه بالظبط؟ حوالي 25 كيلو من مرسى علم، واخد بالك، على طريق ادفو كده. فاشتغلنا على الفكره دي، ان احنا ممكن نلاقي ذهب بكميات كبيره في الحجاره ذات نفسها بعيد عن عروق المرو دي. قعدنا خدنا حوالي 3 سنين ان احنا نثبت ان الذهب ده موجود، واخد بالك، و3 سنين تانيين ان احنا نثبت ان هو موجود بكميات ممكن تكون اقتصاديه، واخد بالك. انت بتصرف على كل الاعمال دي بقى من اعمالك الاخرى؟ ما فيش ولا مليم. ده استثمار التعدين. عشان كده لازم يبقى طاقه استثماريه كبيره قوي. طبعا تتحمل سنين من البحث. وعملنا بقى اللي هو الخمس حاجات اللي انا قلت لسيادتك عليهم دول في خلال ال3 سنين ديت. وصلنا ل 99 كده. وصلنا لسنه 2000. لا 2000. واخد بالك. وقدمنا دراسه جدوى على ده، ونفس المواقف في نفس الوقت كنا مسجلين على مناطق ثانيه، واخد بالك. قدمنا دراسه جدوى على ده ودراسه بيقولوا عليه اللي هو برنامج عمل على المشاريع الثانيه. يعني احنا هنخلص السكري، بعد السكري هنروح للمنطقه ديت والمنطقه دي وبتاع، فهو برنامج عمل ان احنا للمشاريع الثانيه. واعلن كان يوميها بقى الدكتور مصطفى رفاعي كان الوزير. الدكتور مصطفى رفاعي مشي، ما عادش كتير هو. وجا بعده الدكتور الصعيدي، وهو صمم ان احنا نمشي. بالك، صمم ان احنا ايه؟ نمشي، تمشوا. ليه؟ مش عارف، مش جادين ولا ما احنا مقدمين دراسه جدوى وشغالين وعندنا حوالي هيحفر هو، يعني هيطلع هو ده مش عارف. هو ليه اغراضه، واخد بالك. فجاء بقى من المنطقه اللي احنا الكبيره اللي كان عندنا دي شغالين عليها، قال لكم 500 متر. 500 متر يعني انت ما تبنيش عماره على 500 متر، واخد بالك. وبعد ال 500 متر قال 3000 متر، واخد بالك. فكنا يعني بعد ما وبعت لنا البوليس واتقبض علينا واترمينا في السجن فعلا 5 مرات. ده عشان ايه؟ عشان ما معناش تصريح. ما تنقبوش؟ لا ما معناش تصريح. ما انت عشان تروح الصحراء لازم تجيب تصريح. وانت من 93 شغال بمذكره التفاهم وغير تصريح؟ لا معانا تصريح، الحكومه بتجيب لنا تصريح، واخد بالك. لما جاء المهندس الصعيدي ما اداش تصريح. ما فيش تصريح، واخد بالك. فما فيش تصريح. احنا عندنا معدات وناس شغاله، خواجات ومصريين، وشغالين 24 ساعه في اليوم، واخد بالك. فما فيش تصاريح. بعت لنا الجيش يقبضوا علينا بينا في السجن، والجيش بعد ما قبضوا علينا 3 4 ايام يقول ان احنا نعم الناس مش عامله حاجه، ما بتعملش حاجه وحشه. احنا ما بناخدش ولا بنطلع خامات ولا بتاعنا، كل ده دراسات، واخد بالك سيادتك. فوقفنا حوالي 4 سنين، واخد بالك، لغايه لما الوزاره، لما الهيئه اتنقلت من الصناعه راحت للبترول، وجد المهندس سامح فهمي زين، وكنا دخلنا بقى تحت. وايه الاصرار والاستمرار بقى في الموضوع ده كل السنين دي؟ كان ايه اللي مخليك بتشتغل؟ حاجتين والله. انا كل يوم كل ما اتقبض عليا كنت اقوم الصبح ويقول لي عليا، ما انا خساره قريبه احسن من خساره بعيده.
احسن مكسب بعيد. احسن مكسب بعيد بس انت كان حاجتين اللي موقفني ان انا امشي، ان الناس اللي انا ربيتها هنا. احنا لما جينا هنا ما كانش حد بيفهم في التعدين خالص. احنا ربنا مهندسين وجيولوجيين بقوا زي الفل، دلوقتي خبره عالميه في التعدين، واتجوزوا وعندهم عيال. فدي كان اول حاجه. تاني حاجه كان البلد ليه تخسر مشروع زي ده؟ خد بالك، فده هو الحاجتين الوحيد اللي كانوا معادلنا. واعمالك التانيه كانت شغاله وقتها ولا انت كل استثماراتك في دي؟ فده اللي قعدنا فلما اتصالحنا خد بالك بدانا بقى عمليه التركيبات والانتاج. انتوا خلاص ادركتوا ان المنجم ده يجي منه؟ طبعا. في لا احنا مقدمين، ما احنا مقدمين الدراسه وعملتوا بقى القانون الخاص لكم؟ لا اتعمل من الاول، من قبل ما نبدا. من قبل ما تبدا. ما كان بقى الاحتمال بقى ان احنا اللي انا كنت امل فيه ان احنا لما نلاقي منجم والمنجم ده يظهر ان هو هيدخل الدخل ده للبلد ويصلح العماله ديت ان القوانين تتغير. واخد بالك. انتوا كنتوا متفقين على ايه بقى يا فندم؟ كانت اتفاق كما ياتي، واعتقد لا يزال سريا حتى الان. الاتفاق ما ياتي. ايه بقى الاتفاق؟ الاتفاق ان احنا احنا اللي نصرف. واخد بالك. المشروع طلع خسران، احنا نتحمل خساره ونمشي. المشروع طلع كسبان، احنا نسترد مصاريفنا. وبندي البلد 3% او لا اتاوه من اول يوم. وهي اسمها فظيع اتاوه دي. اتاوه ده في القانون. انا سالت لقيتها في القانون كلمه اتاوه دي. في قرارات طالعه من رئيس الجمهوريه اتاوه. يعني غيروا لها حاجه يا جماعه يعني صعبه قوي. لا بتدفع اتاوه، بندفع 3% اتاوه من الارباح ولا من المنتج؟ من منتج السعر. ما 3% الاتاوه ديت على حسب مصاريفك بتبقى حاليا حوالي 10% من الارباح. خد بالك. 3% اتاوه. وبعد كده تسترد مصاريفك تلت. بتسترد يعني مصاريف التشغيل دي كلها، بتسترد تلت مصاريف الاكسبلوريشن وتلت مصاريف اللي هو على مدى زمن قد ايه؟ نعم على 3 سنين. فانت لما تسترد المصاريف دي كلها والباقي ليك. الباقي بقى نتقسم 50-50. الباقي 50-50 بيننا وبين الحكومه. امال ليه كانوا معترضين على الاتفاق ده ورفعوا قضايا انه ده اتفاق يعني في عسف بالحكومه وبثروه المصريين؟ ده وانك كسبت ده هو بينما مصر ما كسبتش حاجه. شوف مصر ده كلام كله فاضي. واخد بالك. ده كلام فاضي كتير. عايزين نملاه بس. لا ده كله كلام فاضي. مفيش مشروع في العالم، مفيش بلد في العالم بتشتغل بالاتفاقيه دي. واخد بالك. بس انت قابلت بيها يا دكتور؟ لا انا قابلت بيها. مفيش بلد في العالم بتشتغل بيها، ومفيش شركه في العالم تقبل بيها. يعني من 83 لغايه النهارده احنا الوحيد صابرين بالاتفاقيه دي. واخد بالك. ومفيش شركه ثانيه هتيجي، شركه كبيره ثانيه هتيجي بالمنطق ده. لا بالمنظر ده لا. بالمنظر ده لا. وصراحه واخد بالك انا حاولت اجيب، يعني انا لما بدات اشتغل قلت برضك يعني الاتفاقيه دي مش جايز ما تتغيرش، فاجيب ناس تانية تشتغل من اللي هم الناس اللي بجد عشان يبقى عندنا قوه. بنتكلم بصوت. كل الناس جت وما زالوا بيجوا يتفرجوا على السكري عشان اكتشاف السكري اكتشاف عظيم. واخد بالك. وكلهم يقول لك لا ما اشتغلش. واخد بالك. بيطلع لنا ذهب قد ايه لمصر؟ نعم بيطلع قد ايه ذهب من المنجم؟ السنه دي طلعنا حوالي 377 ألف وقية. السنه اللي جايه دي ان شاء الله اللي احنا فيها اللي احنا شغالين فيها ال 15 دي هنطلع حوالي 500,000 وقية. الوقية دي الوقية 31.1 جرام. ف تلت كيلو يعني. الكيلو 3 وقية وشوية. وده المعدل الدولي اخباره ده هو ده اللي الناس لا يعني اقصد يعني لما بنطلع كام يا فندم اخر وقية؟ 300. السنة اللي فاتت 377,000 وقية. السنة دي ان شاء الله 500,000 وقية. ال 500,000 وقية ده بالنسبة للمناجم ده رقم كبير ولا صغير؟ لا كبير.
ده كبير. السكري، منجم السكري حجم منجم السكري يعني من المناجم الكبيره بتاعت العالم. سؤال للفضول بقى، احنا بنصدره لمين؟ يعني انت حضرتك بتدي لمين بعد كده؟ الذهب الخام اللي بتطلعه ده احنا ما بنصدروش. كل مناجم العالم كل مناجم العالم بتطلع ذهب بيقولوا عليه ذهب دوريه. يعني ده مش صافي. طبعا. بالك الذهب بتاع السكري بيبقى حوالي 91 92%. واخد بالك في مناجم بيبقى 60، في مناجم 70، في 90 91 92. واخد بالك عشان يتباع لازم يتحط في شكل معين ونقاوه معينه بيسموه جود ديليفري بار او قالب قابل للتوريد. واخد بالك فدي في ناس معينه في العالم مرخصه ان هي تعمل القوالب التوريد دي، عشان سوق التوريد ده سوق سلمني وسلمك، ما فيش فيه شكوك. واخد بالك والسعر الذهب بيتغير كل ثانيه. واخد بالك فاللي هي الناس اللي شغاله في الموضوع ده ما بتكسبش من تحويل ده لده. يعني احنا بيكلفنا الوقيه، احنا بنوديه كندا. توديه كندا؟ جونسون ماسي كندا. عشان هم احنا بنعمل مناقصه، وكندا هي اللي بتاخد منك اللي بتيجي تاخده من المنجم وتطيره وتصفيه وتعمله جود ديليفري بار اللي هو خلاص. يعني انت طالما بتاخده وتطلع بالطياره انت خدت فلوسك، ويعني هم يتصرفوا. احنا نبيعه بعد كده. بعد ما هم دي المرحله دي هو كوكيل ليك بيعمل لك الحاجات دي، بيعمل الحاجات دي كلها. ما بياخد حوالي $1.50 في الوقيه ولا حاجه. وبعدين هو بقى اللي بيكسب. هو بيبقى في كندا دلوقتي ده. فاحنا بنبيعه بقى. ازاي هناك بقى؟ ازاي بيتباع بقى في السوق لحسابك؟ بحساب شركه السكري اللي هي الشركه المشتركه بيننا وبين الهيئه. واخد بالك وبيرجع الفلوس دي كلها الهيئه اللي ما عندهاش منجم غير انت. الفلوس دي كلها ترجع مصر بالعمله الصعبه 50-50. لما الحكومه بتاخد 3% وناخد بقى المصاريف التشغيل وبعدين الباقي بيطلع. كام بقى احنا نقدر نتكلم؟ انتوا الكلام ده عند الدوله يعني. كام بقى الارقام الارباح او الراس مال اللي بيبقى معانا كل سنه؟ احنا المنجم ده بيطلع لنا بكام؟ نعم، المنجم ده بيطلع لنا كام في السنه رقميا؟ يعني عندك السنه اللي فاتت طلع 377 ألف وقيه. بعنا الوقيه بحوالي $1200. ف 3 مليار كده ولا ايه؟ حوالي كده يعني. والله يعني لو عندنا منجمين 3 يعملوا لو عندك 60 70 منجم مصر هتبقى زي الفل. طب احنا عايزين 60 منجم. خلينا بعد الفاصل نكلم دكتور سامي الراجحي ازاي يبقى عندنا 60 منجم، كل منجم يعمل لنا 377 ألف وقيه، يعملوا لنا 3 مليار في السنه دولار. يلا. إذا عدنا لازلنا مع دكتور سامي الراجحي خبير التعدين. ويعني منجم السكري أقول إيه؟ منتفع، مالك، منقب، لا صاحب امتياز منجم السكري. لا ده انا يمشي كده. ده انا يعني شريك الدوله في منجم السكري يعني. انا مستثمر صغير. احنا الشريك شركه سنتامين. شركه سنتامين شركه كبيره طبعا، وانا بس مستثمر فيها. واخد بالك. طيب خليني بقى ارجع هنا الى انه حضرتك قلت ممكن في مصر يبقى 60 منجم، 60 70 100 اكتر. لما سمعنا ارقام منجم السكري والعائد على مصر منه يعني. لكن السؤال هنا انه طلع قانون بالفعل للثروه التعدينيه في ديسمبر الماضي، ولعله هو القانون الوحيد اللي صدر، وبعدين بعد كده قانون استثمار. ورغم انه من ديسمبر الماضي حضرتك احنا في مايو الحالي ومع ذلك ما طلعش لائحه تنفيذيه. لكن انت من موقعك كخبير ومن موقعك كرجل شريك كشركه يعني مع الدوله ومنجم السكري بتقول ان القانون ده عليه ملاحظات شديده وسلبيه. القانون معيب ولا يليق بمصر. لا يليق بمصر. يعني احنا ده اللي هم أمعنوا وقعدوا وجاءوا. احنا كلنا مصريين واحنا عاوزين الخير لبلدنا. واخد بالك، وده مش هيجلب مستثمرين. هم قسموا التركه بين المحليات
المحليات القاتله. لا يمكن ان تترك المحليات كده لوحدها، اسمها المحليات القاتله. قسموا التركه بين المحليات تاخد المحاجر والملاحات، هي تاخد بالها منها. اللي هو يعني يزيد الطين بله. واخد بالك، والهيئه تاخد المناجم، واخد بالك. يعني عندنا دلوقتي المحاجر دي تبع المحليات، ومن ثم يزيد الطين بله يعني. مش عارف هم بيتعاركوا ليه مع بعض. لو كان الفلوس كلها هتروح المحليات، تخش في الصندوق اياده اللي ما بيخرجش منه حاجه، صناديق السياديه ولا بتطلع مكافئات، يقول لك الفساد بحاله الركب. وبعدين يقدر يدي لك المحجر ده في محافظه الوادي الجديد ب3 قروش، ويدوا لك هو ذاته في حته ثانيه ب7 قروش. والحاجه الثانيه التعدين ده تبع هيئه المناجم، اللي راح اللي هو للهيئه، هيئه الثروه المعدنيه. هيئه الثروه المعدنيه كويس، واخد بالك. بس القانون معيب، واخد بالك. هو قايم، القانون كله قايم على حاجتين. ان او الغرض من القانون ان هو ازاي ياخد فلوس من الناس، واخد بالك، مش ازاي ان هو يشجع الناس تشتغل ويفتح مناجم بتاعها. يا فندم، اكثر من مشاكلنا مع القوانين في مصر ان مفيش فلسفه للقانون. ويبقى فلسفه القانون هو ده، زي ما الضرائب بترتفع، زي اللي هو نجيب فلوس ازاي، مش نشغل الدنيا ازاي. هو يعني بس لما تقرا القانون هو ازاي ياخد فلوس منه، واخد بالك، مش ازاي اشجعه ان هو يشتغل عشان يجيب لي فلوس، واخد بالك، يجيب لي البلد فلوس. فده فلسفه القانون نفسها منحرفه، ماشيه في طريقه غلط يعني. لا غلط، عشان كده بتقول مش هيجي لنا مستثمرين بالطريقه دي. يمكن حسوا ده عشان كده ما طلعوش لغايه دلوقتي اللائحه التنفيذيه. طيب حضرتك بتقول انه القانون قايم على الغرض، فهمنا انه الغرض انه يجيب فلوس من الناس، مش انه يشجع الناس عشان يكسبوني. الحاجه الثانيه بتقول انه قايم على المبدئين غلط. ايه المبدئين الغلط؟ المبدئين الغلط، المبدا الاولاني ان احنا عندنا مناجم جاهزه للاستغلال، واخد بالك. المشكله بس المستثمر، بس المشكله المستثمر خواجه يجي بالبريطه بتاعته، حتى في القانون يقول لك احنا نديله 2 سنتين بس استكشاف، واخد بالك. فسنتين استكشاف يعمل بيهم ايه ده؟ يا دوبك. بالك. فهو قايم على ان احنا عندنا مناجم، هو متخيله ان لدينا مناجم جاهزه. الامر ليس اكثر من انه حد يجي يستثمر، يطلع الجبل ويبدا يعمل زي ما قالوا علينا ان احنا طلعنا الجبل ولقينا السكري، واخد بالك. ما طلعش هم ليه؟ غير مساله سهله كده، ما الجبال موجوده موجوده. فده مبدا. المبدا الثاني ان احنا عندنا مساحه جيولوجيه تقدر تطبق القوانين التعدين دي على الناس. هيئه بقى منظمه وبتاع، ما احنا ما عندناش. والقانون فاكر انه عندنا؟ طب ما يمكن هو فاكر ان هم اللي حاطين القانون، ما هم اللي حاطين القانون، واخد بالك. وانت رايك انه ما عندناش ليه؟ عشان ما بيعملوا شغل بشغلهم، واخد بالك. الهيئات العالميه او النظم دي العالميه موجوده. الهيئه مقسمه لاثنين، قسم اللي هو المساحه الجيولوجيه، ودي هيئه علميه شغلتها ان هي بتجمع معلومات جيولوجيه وعلميه وهندسيه، وعندها داتابيز عشان لما يجي مستثمر يخش في داتابيز كامله عن البلد والخرائط، قاعده معلومات قاعده معلومات جامده، واخد بالك. فانه ما عندناش يجي مستثمر عايز، ما عندناش خرائط من سنه 81 اظن، واخد بالك. العالم اجي اقول انا عايز اشوف، ما عندناش، دور انت. لا ما فيش، واخد بالك. هيقول لك عندنا بس ما فيش يعني. احنا في السكري يعني احنا ما كانت يعني ما خدناش حاجه منها، واخد بالك. فالهيئه العالم مقسمه اللي هي هيئه فنيه علميه بتاع. وبعدين الهيئه الثانيه، الجزء الثاني اللي هو مصلحه المناجم والمحاجر، اللي هي بتحط القانون وبتراقب القانون. واحنا ما عندناش الناس دي، واخد بالك، ما عندناش الناس دي. فهو القانون مبني على الاساسيين دولت وهم مش موجودين. هل تتصور ان ملاحظات حضرتك بتقولها عن القانون يمكن النظر فيها من خلال الدوله، ولا الامر انه يطلعوا قانون وفي الاخر يعدلوه بعد 6 اشهر؟ هو حصلت طبعا يعني والاستثمار. بس حضرتك ماسك مواد بعينها، هل اقرا لك مواد تعلق عليها، ولا انت شايف في مواد تستحق التوقف اكتر من غيرها؟ بس هو اللي انا استحق التوقف عنه ان هو اللي هو التركيبه بتاعت الهيئه، واخد بالك. وبعدين القوانين بتاعت
مده الاستكشاف ومده يعني اعطي للمستكشف سنتين يجدد كمان سنتين، ما ينفعوش بالك. يعني ما فيش شفافيه في القانون خالص. يعني القانون كله فجوات انت تشجع الفساد. مش سايب نقطه في الباب الاول الا ومعلق عليه. والمشكله انك مش سايب نقطه في الباب الثاني الا ومعلق عليه. والتعليق الوحيد الايجابي ده كلام بديهي، لا تعليق لا معنى لها يعني. طيب هل واحنا بنطلع قانون ثروه تعدينيه ما دورناش كده لقينا في واحد بس، في منجم واحد بس شغال، والراجل اللي فيه اسمه الدكتور سامي الراجحي، تعالى اقعد معانا ايه لا ما فيش، ما حصلش خالص. لا ما حصلش. مش كده بس، يعني القانون ده ممكن يكون معمول لان الحكومه هي اللي هتنقب، ده موضوعها، انما لان الحكومه مش هي اللي هتنقب ولا هي اللي هتطلع، يبقى لازم تسمع المستشارين المستثمرين. زي ما اجي اعمل قانون استثمار لازم اسمع مستثمرين، صح. لما اعمل قانون معلمين لازم اسمع المعلمين. هنا ما اسمعوش، اصل واحد بس الموضوع كانش محتاج اكتر من واحد. لا ما سمعناش ولا يعني هم عارفين راينا، عشان كده ما سمعناش. خد بالك، عارفين راينا من اول يوم ان انت لازم تشتغل على قانون قايم على اتاوه وايجار للارض وضرايب، غير كده ما حدش هيجي لك. طيب ما ينفعش اخد انا قانون مثلا من اي دوله كده، استراليا، هاتي وترجم ونخلص؟ هو ده، واخد بالك. ده النسخه اللي حضرتك الفكره المختلفه بقى. هو ده من ده بتاع استراليا. ده طريقه اللي احنا بنشتغل بيها في استراليا، واخد بالك. اللي انت بتقول هيئه فنيه وهيئه بقى عشان المستثمر يشوف هنا هي قايمه على ايه. في واحد في الهيئه عمره ما شاف منجم غير السكري، لو جزر السكري واخد بالك. هو بيحط مربع على الخريطه بيقول للمستثمر تعالى دور على ذهب او نحاس هنا مثلا، او تعالى دور على نحاس هنا، واخد بالك. طب المستثمر ما بيجيش بالطريقه دي. المستثمر عنده آراءه وعنده افكاره، واخد بالك، بنيها على خبرات سنين، واخد بالك. انا عايز ادور في الحته الفلانيه على المعدن الفلاني، فما اجيش انا احدد له مربع اقول له دبر، هو يكتب له البلد، واخد بالك. هو يجي يقول لك انا عايز المربع ده، انا عايز الحته دي، واخد بالك، ودفعه ايجار. لو هو هيصرف من اول يوم، بيصرف بيعين ناس وبيصرف. لو انت عندك يعني حضرتك بتقول اتاوه، ايجار، الثالثه ضرايب. انما هو بيشتغل على اتاوه، ايجار، نسبه بالارباح. هو القانون ده شغال على نسبه ارباح. ده عاوز كمان دلوقتي بيقول لك انه مش عايز ارباح دلوقتي، ان هو عايز امتلاك، عايز جزء من الانتاج، واخد بالك. هل من الوارد انه في حد قبل كده راح نقب في المنجم وخده ومشي؟ ولا المنجم يعني الشركه لما المنجم بيخلص انت هتبيع فين؟ ما انت الذهب ده ما يتباعش الا في سوق الذهب العالمي الكنترول بالبنك المركزي الانجليزي، وده يعني سوق منظم. ما يمكن محتاج، هو عايز رقابه علشان يشوف، ممكن يكون في يعني بيطلع حاجات الدوله ما تعرفهاش، ما يجي يراقب. الشرعيه يراقب، بس هيراقب ايه؟ بالك يعني ما عندنا ناس كتير بتراقب، بس هتراقب ايه؟ بالك الحاجات كلها ارقام. يعني المنجم عباره عن رقم محاسبي. يعني انت بتحط طن قد كده، كذا طن في المنجم، بتطلع كذا طن من المنجم، بيخشوا المصنع بيطلع منهم كذا وقيه وكذا رطل النحاس، واخد بالك. يعني كله يعني محسوب، حاجات حسابيه. انا ما رحتش. لا يعني ايه النزعه عند المشرع في انه عايز يمتلك المنجم معاك؟ مش عارف، هي ممكن تكون تركيبات يعني قديمه، يعني دي من ايام ما كنا عندنا التأميمات والحاجات ديت. يعني جايز ده يكون النزعه، واخد بالك. بس حتى البلاد الاشتراكيه الشيوعيه غيرت. حضرتك كان 4 سنين بقى غيرت رقم واحد. وسوريا وروسيا غيرت، واخد بالك. طب نترجم القانون الصيني، بلاش الاسترالي، بلاش الاسترالي عشان دول خواجات تقال. نخش على الاشتراك القديم زينا. لا عيب القوانين اللي هو المشاركه ديت، ان انت كل يوم معاك
مشكله مع البيروقراطيه المصريه. طب يمكن ده راي حضرتك كمستثمر، في مستثمرين تانيين موافقين مثلا، هل سمعت؟ وريني واحد. اللائحه التنفيذيه ما نزلتش، يمكن لما تنزل دي يحيط ماما لو ما كان في، شوف السكري قصه نجاحها عظيمه، لو حصل في اي بلد كانت الاراضي اللي حواليها كلها اتقلبت، كان كل شركه في العالم اشتغلت هنا، واخد بالك؟ بس ما فيش ولا شركه جت. واخد بالك؟ ليه ما جاتش؟ عشان عندك القانون ده. في ناس جت، انا جبت ناس زي ما قلت سيادتك، وتاني يوم الصبح قال بتشتغل ايه؟ فوريته الاتفاقيه. قال لي انا بقى بكره هركب الطياره هتفرج على المتحف واسافر. والله بجد كلهم كده. تعال اتفرج بتاع، بس هم بيجوا يزورونا في المتحف. ناس كتيره، كل شركات العالم بتيجي تزور المتحف. بالك عشان خاطر اكتشاف كويس، اكتشاف جديد، اكتشاف عظيم، منجم كويس. بالك بس مش عايزين يشتغلوا في مصر. ليه مش عايزين يشتغلوا في مصر؟ عشان خاطر القانون. طلع انت قانون زي ده، هتلاقي عندك بكره 200 شركه شغالين زي ده اللي هو ما تقترحه. انما القانون اللي اتعمل فعلا ولا حد ايه، ده اعاده انتاج للقانون القديم. ده اوحش. ده اوحش. وكان اللي كاتبه علشان ياخد فلوس، فما جالوش حد خالص. دي قصه حياتنا على فكره. والله. دكتور سامي الراجحي، عايز اشكرك جدا. بس متشكرين جدا. وهنروح بقى نزور منجم السكري اي وقت والله، علشان نروح المتحف بعدها ونسافر. لا والله اي وقت لازم تيجي تزوره. اشكرك جدا دكتور سامي. ولازم احنا نقر بانه عندنا ازمه في قانون الثروه التعدينيه. متى كان المستثمرون اللي هم مستهدفين بهذا القانون غير راضيين عنه، يبقى بنعمله في ايه؟ ليه؟ ثم انه اللائحه التنفيذيه، احنا بقالنا 6 اشهر اهو اللائحه التنفيذيه ما نزلتش لغايه دلوقتي. فارجو انه يبقى ده باب لاعاده النظر في القانون نفسه، وننصت لغيرنا، لانه ما ينفعش احنا نفكر بنفس الطريقه القديمه فننتج نفس النتائج القديمه اللي هي نتائج فاشله. التقي بكم غدا باذن الله 25 30.